تعالوا الحقوني مش عارفة هاعمل أكل إيه، الساعة بقت 16:00 وخلاص فاضل نُص ساعة ويبقى في البيت، ولحد حالًا مش عارفة أنا هاطبخ إيه ولا هاعمل إيه ولا هاعمل لهم غدا إيه. أنا كان عندي أكل من امبارح لولادي، فبقى طبعًا فاضل جوزي مش عارفة هاعمل له أكل إيه. كمّلوا الفيديو معايا للآخر، اعملوا متابعة للقناة ودوسوا لايك. بعد تفكير ودعبسة كده في التلاجة في شمال في يمين، لقيت عندي حتة لحمة الحواوشي دي متبلة جاهزة يا جماعة. أنا باجيبها كده لحمة يعني هي بتيجي أصلًا من عند الراجل لحواوشي، في عنده حواوشي وفي عنده الكفتة وفي عنده كفتة رز وحاجات، بتجيبيها جاهزة على التسوية على طول، هُم متبلينها حتى الملح بتاعها فيها. طبعًا بقى لقيت نفسي عندي بقى قطعة لحمة كده تعمل حوالي 3 ساندوتشات، قُلت بس هي ده المنقذ الوحيد ليّا. هافضل قاعدة بييجي يقول لي: "فين الأكل؟" أقول له: "ما عملتش." يبقى شكلي وِحِش أوي. طلّعتها فكِّت، وكان عندي العيش الأسمر ده في الفريزر برضه طلّعته فَك كمان معاها. قُمت جاية حاطاهم له بقى، بس قبل ما احمّره عشان خاطر بقى يبقاسني بقى مفكّرة كده ومكلّفة ومروّقة عليه، قبل ما احطها قُمت جاية ضايفة له عليها حتّة ليّا. هو بيحب طعم الضاني وبيحب الليّة والحاجات دي في الأكل، وأنا كمان باحبها على فكرة، ويعني ناس كتير أوي بتحبها. طبعًا عندي ولادي يقول لِك لأ طعمها غريب مش عارفة إيه، بس أنا عن نفسي دايمًا الليّة دي دايمًا باجيبها وأعينها عندي حطيت له بقى ضِفت له عليها حتّة ليّة من عندي كده، وابتديت بقى إن أنا أقص العيش واحشيه. طبعًا أنا قبل ما باعين العيش ده في الفريزر بابقى مفتحاه من بعضه عشان يبقى سهل لمّا يفُك ألاقيه مفتح كده ما الاقوش مسك في بعضه، عشان الرغيف لو لقيت فيهم رغيف ماسك في بعضه مش مورّق كده وحلو ما باعينوش أصلًا في الفريزر، باسيبه برّه يبقى ناكله. طبعًا ابتديت بقى إن أنا أوزّع اللحمة على ال3 رغيفة اللي قدّامي، زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. ما أنا هاعمل إيه بقى الساعة بقت 16:00 لسه ما عملتش أكل وقاعدة محتارة. طلّعت اللحمة في ثواني فككتها في الميكروويف وفي ثانية والعيش معاها وخلاص كده خلاص كده خلّصت. هابدأ بقى إن أنا أدخّلها الفرن. خلاص أنا كده حشيته تمام. طبعًا اللي بيحط له ليّة أو نسبة دهن ده ما بتضيفيش عليه بقى تحطّي مثلًا لا سمنة في الحاجة اللي أنتِ بتسوّي فيها لا من فوق ولا من تحت، لإن هو مجرّد ما بيسخن مجرّد ده ما كل الدهون بتاعته بتنزل لوحدها في الصينية وبيطلع زي الفل. طبعًا قُمت جاية مولعة عليه بقى البوتاجاز من تحت ومن فوق، شُفته طالع والله العظيم كان ريحته وطعمه تحفة، 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 ومعاه شوية طحينة عالميين. هاوريكم برضه أنا عملت الطحينة إزاي. شُفتوا الحلاوة، شُفتوا الجمال، والله العظيم. ده طبعًا كان كيس طحينة عندي ده البوادي، الكيس ده ب5 جنيه يا جماعة. لمّا ما بالاقيش الطحينة اللي أنا عايزاها باجيب كيس من ده منقذ كده ليّا. عوزت بقى كيسين، عوزت 2، هو الكيس فيه حوالي معلقة بس تكفي فرد واحد يعني. عملتهم بقى في تانية كده. نزّلت كل الفرق إن هي كمان الجو بدأ يبرد، تحسّها متجمدة جوّه شوية كده ماسكة في الكيس من جوّه، هي حوالي معلقة. هي بتنباع عند البقال كده الكيس ب5 جنيه. باعملها بالطريقة العادية خالص، سُقطة مَيّة دافية، نقطتين مَيّة دافية كده وابتديت تلفّيها، وليمونة وشوية ملح وفلفل أسمر وكمون وليمون، بس هي دي كل صوص الطحين، لا أكتر ولا أقل. شوفوا زي الفل، خلاص هي كده خلصت. مَيّة دافية، مَيّة فاترة، مَيّة باردة، اللي عندِك اعمليها بيها بتبقى زي الفل. بس حلاوة المَيّة الدافية إن هي بتخلّيها لِك حلوة كده مش فيها كلاكيع كتير لأ، بتخلّيها حلوة وناعمة كده وسايحة في نفسها كده. شوية كمون برضه وعصرة ليمون عليها. تبدئي بقى تخفّيها القوام اللي أنتِ عايزاه زي ما هي كده تقيلة خير وبركة، عايزاها تخفّيها خفّيها، طبعًا الحاجات دي بقى أذواق. في ناس بتاكلها زي ما هي كده وفي ناس بتحب تخفّيها شوية بشوية مَيّة. برضه زي ما يريحك، في ناس بتحب تضيف خل وفي ناس ما بتحبش تضيف خل. بالطريقة اللي تريحك واللي بتحبيها واللي انتم متعودين عليها اعملي فيها. الأكل بالذات ما فيهوش طقوس في العمايل، الطريقة اللي انتم بتاكلوه بيها اعمليه بيها. مش هاروح عشان خاطر مثلا في حاجة تانية مختلفة أعمل أكل ومحدش ياكله، لأ أنا أعمله زي ما احنا بنحبه وزي ما احنا بناكله. مش زي مثلا ما أصل الطبيخ بالذات ملوش كتاب، هو كتابك انتي، كل واحدة فينا لها الكتاب بتاعها ولها المطبخ بتاعها بتسيستم نفسها على حسب. خلاص بس كده خلصت. ابدئي بقى تحطها مع شوية مخلل وبس
كده اليوم خلص. والله العظيم كل ده خلص في ساعة إلا ربع، رغم إن أنا كنت لسه كمان يعني بافكك اللحمة وبافكك العيش، بس ده كله خلص في ساعة إلا ربع، التسوية وكل حاجة. يلا تعالوا اتغدوا معانا بقى.